إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق معبود سوى الرحمن من تجلى عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاء بالبينات والهدى صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما صمدا. عباد الله، سنتحدث اليوم عن جريمة من الجرائم وعن كبيرة من الكبائر. سنتحدث اليوم عن مرض خطير وعن داء فتاك إذا انتشر في المجتمع أهلكه وأفسده. إن هذا المرض الخطير إنه الرشوة. وما أدراك ما الرشوة؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الرشوة. وإن هذه الجريمة أيها المؤمنون، إن هذه الجريمة الكبرى هي من صفات اليهود لعنهم الله. فأول من استحلها هم اليهود، وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم. قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. والسحت هنا هو الرشوة. فكل من استحل الرشوة فهو متشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت بسحت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والرائش
فمن هو الراشي؟ الراشي هو الذي يدفع المال، والمرتشي هو الذي يأخذ المال، والرائش هو الوسيط بينهما. فالكل ملعون مطرودون من رحمة الله والعياذ بالله. فيا أيها الراشي إنك ملعون، ويا أيها المرتشي إنك ملعون، ويا أيها الرائش إنك ملعون. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي، لعنة الله على الراشي. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار، الراشي والمرتشي في النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب لك أيها الراشي؟ كيف يستجاب لك أيها الراشي؟ كيف يستجاب لك أيها الراشي؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فأعد للسؤال جوابا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان في آخر الزمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أما بعد، عباد الله، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له يسمى عبد الله بن اللتبية. عبد الله بن اللتبية استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقات أي الزكوات. فلما ذهب ثم رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه. قال: أيها الناس، أيها الناس، ما بال عامل أبعثه ثم يذهب ويأتي ويقول لي: هذا أهدي لكم، هذا لي وهذا أهدي، هذا أهدي لي وهذا لكم. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه؟ هلا جلس هذا الراشي والمرتشي، هلا جلس هذا المرتشي في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده
النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وفي رواية يقول ذلك المرتشي يقول: يا رسول الله أعذني، يا رسول الله أعذني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، إني قد بلغتك. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا، اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وفرعون وهامان وقارون، وما ذلك عن الله بعزيز. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذا المسجد المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا فرجته، ولا أحزابا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية أعطيته. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. عباد الله، إن الله يأمر